اهلا وسهلا بيكم. معاكم مصطفى احمد من كوره تيتش. النهارده هنحلل ماتش الاهلي والبنك الاهلي. هنبدا بتشكيل النادي الاهلي، وبدا تشكيل النادي الاهلي بمحمد الشناوي في حراسه المرمى، كريم فؤاد، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، ومحمد هاني. قدامهم مروان عطيه، امام عاشور، اكرم توفيق. قدامهم حسين الشحات، رضا سليم، وسام ابو علي. تمام. النادي الاهلي جاب جون بسرعه من خلال وسام ابو علي من خلال فاول. وبعد كده احنا يعني يمكن في الشوط الاول ما كانش فيه حاجات فنيه كتير، بس كانت تحسب لكولر حركه فنيه كنت عايز اتكلم عليها. نادي البنك الاهلي من الانديه اللي بتعرف تلعب ما بين الخطوط، ما بين خطوط الفرقه اللي قصادها. بمعنى ايه؟ ان هو بيستغل سرعات الجناحين اللي عنده، وفي نفس الوقت بيقدر يحضر الهجمات ما بين خطوط الفرقه اللي قدامه. لما بتبقى الفرقه اللي قدامه بتحاول انها تضغط عليه عشان تاخد منه الكره، فبيقدر يشتغل في ظهر الخطوط بتاعتهم. فمارسيل كولر كان ذكي جدا، قدر ان هو يعمل خطه دفاعيه بانه يرجع كل اللعيبه تلعب ورا دايره السنتر، يعني اللي هو في نص ملعب النادي الاهلي. قدر انه يرجع كل اللعيبه ان هي تلعب في نص ملعب النادي الاهلي. وقدر ان هو يوزعهم صح، بحيث انه يقفل على الجناحين، وفي نفس الوقت يقفل على طريقه اللعب بتاعه البنك الاهلي ان هو يقدر يلعب ما بين الخطوط. فهنلاحظ ان في الشوط الاول الفرقه كلها كانت بترجع تدافع حرفيا، بما فيهم اسامه ابو علي. كانوا كلهم بيرجعوا لنص ملعبهم، بيقفلوا المساحات، وبيقفلوا كمان على لعيبه الوينجات للبنك الاهلي. تمام. وكان اخطر لعيبه الوينجات في البنك الاهلي كان محمد هلال وسيرجي اكا. وكمان كان اسحاق يعقوبو الباك اليمين للبنك الاهلي، كان مسبب برضو خطوره كبيره على النادي الاهلي. وعشان كده لما هنلاحظ ان مروان عطيه واكرم توفيق كانوا بينزلوا يضموا على الباكين، بحيث ان هم كانوا بيقابلوا لعيبه الوينج الاول اللي هو سواء محمد هلال او سيرجي اوكا. كانوا بيقابلوهم في الاول. تمام. وبعد كده لما يعدوا منهم كانوا بيقابلوا الباك اليمين او الباك الشمال للنادي الاهلي. محمد هلال كان بيلعب ناحيه محمد هاني، ومحمد هاني قدر انه يعمل جيم دفاعي محترم جدا على محمد هلال. بعد ما كان محمد هلال بيحاول ان هو يعدي من مروان عطيه، وان كان عدى من مروان عطيه كان بيقابل محمد هاني، ومحمد هاني كان بيقدر انه يوقفه. الشوط الاول ده يمكن كانت اللمحه الفنيه اللي انا عايز اتكلم عليها، لكن هنتكلم على الشوط الثاني. والشوط الثاني كان فيه حاجات كتير جدا فنيه انا عايز اتكلم عليها. اول حاجه الشوط الثاني بدا النادي الاهلي برضو بضغط مهاجم، وحاول هو يوصل للجون كذا مره، وكذلك برضو البنك الاهلي فرقه خسرانه بتحاول انها توصل للجون. فعلا قدروا ان هم يوصلوا للجون، بس ما كانش فيه حاجات قويه قوي على الشناوي. الحمد لله اغلب الحاجات الشناوي كان بيشيلها. بس انا عندي تعليق على الشناوي في حاجه، ان الكره بتاعت الكورنر اللي حصلت من بنك الاهلي، الشناوي طلع ورجع تاني. الحركه دي كانت غلطه عملها الشناوي قبل كده في ماتش من الماتشات، وكلفتنا ان احنا جه فينا جون. والغلطه دي متكرره لمحمد الشناوي. بيطلع عشان ياخد الكوره، وبعد كده بيقدر الكوره غلط، وبيرجع تاني للجون. ساعتها بتكون الكوره عدت، وفي نفس الوقت بتكون فيها مشكله. ليه؟ لان المدافعين اللي معاه بيكونوا خلاص عاملين حسابهم ان الشناوي طالع. فالشناوي طلع بس ما خدش الكوره، فبيرجع تاني، فبيعمل يعني لخبطه للمدافعين اللي معاه. ده بيأثر طبعا على المدافعين اللي معاه، وبيأثر ان هم ماسكين اللعيبه. فمثلا بدل ما المدافع خلاص متوقع ان الشناوي هياخد الكرة وهيبدا بعد كده هجمه، فبيبدا ان هو يسيب اللعيب اللي معاه. بعد كده بيلاحظ ان الكرة عدت من الشناوي، فدي بتشكل خطر طبعا على الدفاعات عندنا. فلازم طبعا ان يعني الشناوي يخلي باله من الموضوع ده كويس. طالما انت مش تقدر انك تطلع تاخد الكرة، يبقى خليك في الجون عشان تقدر تدي مساحه لزمايلك ان هم يركزوا في الكرة اللي بتتلعب. على الرغم من ان الجناحات بتاعه نادي البنك الاهلي كانت بتقابل نص ملعب عندنا، بعد كده بيقابلوا الباك اليمين. وعلى فكره محمد هاني عمل جيم دفاعي محترم جدا، بس برضو في هجمات قدروا ان هم يعملوها. هم لعيبه صراع وحركتهم سريعه، وفي حاجات قدروا برضو ان هم يشكلوا فيها خطوره. اي نعم احنا برضو قدرنا ان احنا نوقف يعني من قدراتهم كتير، ان هم يعني كانوا ممكن يشكلوا خطوره اكتر من كده بكتير لو ما كناش حاسبين الحسابات صح. بس كولر حسب الموضوع كويس قوي يعني. تمام. انا عايز اتكلم على فكره بالمناسبه على محمد هاني. هو كان من افضل اللعيبه اللي في الماتش بصراحه، الماتش ده سواء على المستوى الدفاعي او على المستوى الهجومي. كل اللعيبه ادت ماتش كويس وعملت المطلوب منها، بس انا حبيت اشيد بمحمد هاني بالذات لانه فعلا عمل جيم دفاعي وهجومي كويس جدا 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 جدا. قدر يوقف محمد هلال في كور كتير جدا كان ممكن محمد هلال يشكل لنا فيها خطوره. الفرص الضايعه للنادي الاهلي، تمام، احنا وصلنا للجون كذا مره، بس التوفيق ما كانش محالف الفرقه كلها.
رضا سليم ضيع، واسامه ابو علي ضيع برضو كورتين قصاد الجون. طبعا يعني مش عايزه اسال اي حد من الفرقه، ولكن كل الفرقه يعني ضيعت كور كتير. عايز اتكلم على حاجه برضو مهمه. جت تبديلات في الدقيقه 68 لمارسيل كولر، نزل كريم نيدفيد وعمر كمال مكان حسين الشحات واكرم توفيق. حسين الشحات كان اكتر فاعليه في الشوط الثاني من رضا سليم، فانا استغربت خروجه بصراحه. يعني هو كان شيء غير مبرر او مش منطقي. يعني انت دلوقتي عندك لاعب عامل خطوره على الفرقه اللي قدامك، وبيقدر انه يزيد بالكرة كويس، وبيقدر انه يرقص كويس، ومن اكتر اللعيبه اللي كانت فايقه عندك في الهجوم، وبتقدر ان هي تشكل خطوره على الفرقه اللي قدامك. انت طلعته ليه؟ ده علامه استفهام. لو اتكلمنا مثلا حسين الشحات مجهد او ايا كان، فده شيء ممكن نقول ماشي منطقي. بس انا مثلا هاجي اتكلم برضو على حته الاجهاد دي في اخر الماتش، وهقول برضو حاجه يعني مخليني ان انا مستغرب تبديل حسين الشحات. تمام. بعد ما خرج طبعا حسين الشحات وكريم نيدفيد نزل هو وعمر كمال، وبنشوف ان كريم نيدفيد بيلعب في نص الملعب تمام مكان اكرم توفيق، بيحاول يقفل نص الملعب. وفي نفس الوقت عمر كمال بيلعب كوينج. تمام. طب انت عندك مثلا واحد زي محمد مجدي قفشه، انا مستغرب انه ما لعبش. يعني انا كنت شايف ان انت مثلا طالما طلع حسين الشحات، طب ما تنزل محمد مجدي قفشه. بس يعني هو ما لعبش، فمستغرب يعني. بس تمام ماشي مفيش مشكله. بنلاحظ ان في هجمات للاهلي، والهجمات متبادله برضو من البنك الاهلي، لغايه ما بنلاحظ الفاول اللي بيتلعب على النادي الاهلي وبيجي منه الجون بتاع البنك الاهلي. انا عايز اقول حاجه، ان الجون ده يعني لولا ستر ربنا، وان فعلا اوباما كان متسلل بحاجه بسيطه جدا. حرفيا هي يعني لو ما كانش في فار كانت هتتحسب الكوره دي، لان فعلا الموضوع يعني في حاجه بسيطه جدا في التسلل. فانت كان زمانك خارج متعادل. تمام. فالحمد لله ان الكوره كانت تسلل. بس انا عايز اتكلم في نقطه، وهي حته ان بعد ما الماتش خلص وان يعني الحمد لله ان الكوره طلعت تسلل، وكانت خلاص في دقيقه اصلا قاتله يعني في دقيقه 91. وبعد كده بتيجي هجمه للاهلي، وبعد كده الحكم بيصفر. فيعني ما فيش حاجه يعني عايز اتكلم عليها كفي الماتش نفسه، بس انا عايز اتكلم على حاجه بعد الماتش. انت دلوقتي امام عاشور حرفيا بعد الماتش وقع على الارض، الراجل تعبان جدا، يعني باين عليه مجهد جدا من الماتش. مجهد يعني. انت بدلت تبديلين اتنين بس، وما بدلتش حاجه تانية. طب انت لو انا افترضت ان انت بدلت حسين الشحات لانه مجهد، طب هل امام عاشور انت شايفه ايه؟ انت بتلعبه حرفيا كل الماتشات، يعني كل الماتشات انت بتلعبه، وانت عندك تلاحم ماتشات كل 3 ايام ماتش. ما بدلتوش ليه؟ عملت تبديلين ليه اتنين بس، رغم ان انت عندك 5 تبديلات. يعني انت عندك 5 تبديلات، عملت تبديلين اتنين. ده شيء غريب انا مش فاهمه. يعني طب انت، وبعدين حتى انت في المؤتمر الصحفي قلت ان الفرقه كلها مجهده، وان هي محتاجه على الاقل راحه اسبوعين. طب تمام ده كلام جميل. طيب انت شايف ان الفرقه كلها مجهده، عملت تبديلين اتنين في الماتش. الحمد لله الماتش اتحسم تمام لصالح الاهلي، و وربنا يعني يسهل في الماتشات اللي جايه. عموما ده كان تحليلي الماتش الاهلي والبنك الاهلي. يمكن هو ما كانش فيه حاجات فنيه كتير، غير ان انا زي ما بتكلم ان هو كان النادي الاهلي قدر انه يعمل خطه فنيه كويسه جدا، ان هو يقدر انه يوقف بيها البنك الاهلي من ان هو يستخدم الاسلحه بتاعته في الهجوم. والحمد لله قدرنا ان احنا نوقف الموضوع ده. اتمنى لو تحليلي عجبكم برضو تدعموني بلايك. ويا ريت لو عندكم اي تعليقات على التحليل تقولوا لي في الكومنتس ايه تعليقاتكم، عشان برضو الشانل لسه جديده، وانا يعني لسه بادئ وكده. فاتمنى طبعا ان انا اعرف تعليقاتكم عشان هتفيدني جدا. كان معاكم مصطفى احمد من كورة شكرا جدا ليكم.